قال في واحد عم يقول لمرته وصفي لي ثقتك فيني. قالت له ثقتي فيك مثل الحليب فوق النار، بضل براقبه طول الوقت وبسأل في ظهري بفور. يعني تشبيه متعوب عليه. المهم يا صبايا وصيت جوزي على 4 كيليات حليب بقر. المهم إجا وجايب لي من هذا الحليب المعلب. قال لي لقيت الحليب خالص. الحليب بالذات بدكم تروحوا الصبح بكير لحتى تجيبوه لأنه ما له روح. بياعين الحليب بخلصوا منه على بكير، يا إما بيبيعوه يا إما بيروبوه. وجوزي راح متأخر فما لقى، بس الحمد لله اللي جايب لي إياه كامل الدسم. هو الأفضل للتروية بيكون الحليب طازج. ما راح أقول تازة لأنه هذيك المرة تمسخرتوا علي، مع إنه كلمة تازة أصلها فارسي معناتها الشيء الجديد أو الطري. ما شاء الله عنكم بتدققوا على كل شيء. المهم يا صبايا حطيت شي 4 علب بالطنجرة، فرغتهم شي 4 لتر يعني. مشان زيد دسامة الحليب حطيت كاسة حليب بودرة. طبعا هذا اختياري، وعلى فكرة أغلب معامل اللبن بحطوا بودرة حليب مع الحليب مشان يطلع اللبن جامد وقطعة واحدة، بيطلع مبستر، وغير هيك بيعطيه طعم طيبة. على فكرة هو معقم هذا الحليب، بس لازم الحليب ينغلى. أنا هون لفيت ظهري بدي أغسل المعلقة لقيته فاير، بس لحقته ربكن الحميد ما فار على الغاز. بخليه يغلي شي 5 دقايق وبعدين بطفي عليه. والطنجرة اللي بدي اروب فيها اللبن بصب الحليب، وأنا أصلا صبيته من فوق مشان يعطي رغوة، بس دمرت الدنيا. بنخلي الحليب لحتى يبرد وتصير حرارته 40 درجة مئوية، يعني بدنا نحط إصبعتنا ونحس بحرارته، يعني فوق الدافي يكون بدرجة، وإذا في عندكم ميزان للحرارة بيكون أحسن. الحليب إذا ما كان دافي ما بيتخثر معنا. بالنسبة للبن، اللبن حلو لازم يكون، ما لازم يكون حامض وصار له أسبوع بالبراد. إذا حطيته روبة حامضة رح يصير اللبن كله حامض ويمكن ما ينجح معكم. بنحط 3 معالق لبن، أنا حطيت 3 معالق لبن وحطيت شوية حليب بخلطهم منيح وبعدين بحطهم على الحليب. حطيتهم بكل الاتجاهات مشان ما تروح رغوة الحليب مثل ما شفتوا. بعدين بخلطهم بهالشكل بالمعلقة مشان الرغوة ما تروح. بدنا الحليب يضل محافظ على شكله، يعني هاي الفقاعات اللي بدنا إياها تضل. عرفتوا كيف؟ وبتأكد 100% إنه داب اللبن، إذا ما داب اللبن ما راح يتخمر الحليب. وأهم شي بتخمير الحليب إنه يكون المكان دافي. والحليب اللي زاد كمان حطيته بطنجرة صغيرة، ونفس الشي حطيت له روبة وخلطته. بتعرفوا مين اللي اخترع اللبن وكيف طلع معه لبن إذا ما كان في لبن؟ كانوا زمان يخزنوا الحليب بالفخار. البكتيريا الموجودة بالبيئة تتفاعل مع الحليب ويصير لبن. طبعا الفخار يعطي حرارة للحليب وهن كمان يغطوه بجلود كان، وهيك اكتشفوا اللبن. طبعا أهم شي الحرارة ويكون مخزن بمكان دافي. بنخليه من 6 ساعات ل 12 ساعة. أنا خليته من الليل للصبح وتاني يوم حطيته بالبراد. لازم نخليه بالبراد أقل شي 2 ساعة. إذا دغري قطعناه قبل ما نحطه بالبراد بيفقس كله مي، لأنه اللبن بيكون حامي لازم يبرد. وهيك يا صبايا صار معانا أطيب لبن. شوفوا ما شاء الله مثل القشطة مثل الجبنة ما شاء الله. اللبن بدنا نصبر عليه لحتى يزبط معانا. وأهم شي صبايا اللبن اللي بدنا نروب فيه يكون حلو. بنحط من معلقة ل3 معالق مثل ما شفتوا، ومثل ما شفتوا غطيته أنا بحرام لازم يكون دافي لحتى يخمر. إذا اتبعتوا هاي الخطوات أكيد رح ينجح معاكم ويطلع معاكم غير شكل. شوفوا ما شاء الله، يا هيك اللبن يا بلا. والمرة الجاية إن شاء الله رح جرب لكم إياه بحليب الغنم، وحليب الغنم لسه كمان على أطيب. شوفوا ما شاء الله، والله شي بشهي. أنا قليل ما بعمل لبن بالبيت، بالعادة بشتريه مشترى، بس اليوم حبيت أعمل لكم إياه وأورجيكم كيف طريقتي. ودائما شغل البيت بتلاقيه أطيب، بس نحن اختصارا للوقت بنجيب جاهز. واليوم عملت رز بفول، وهاي الأكلة بدها لبن جنبها، وما بقدر أوصف لكم طعمه قديش طلع طيب. اللبن طعمه بيشبه طعم القشطة، كتير كتير طلع طيب. جوزي قال لي على طول اعملي لنا إياه بالبيت، وفتحت على حالي باب. وإن شاء الله يكون عجبكم الفيديو. بتمنى تدعموني على اليوتيوب وعلى انستا. اسمي بكل حساباتي شيرين القياس، والرابط مكتوب على الشاشة. ولا تبخلوا علينا باللايك والشير. تضلوا بخير.